أهلا بيكم. لو في فضول نعرف إزاي الآلات أو الكمبيوتر بقى بيعرف يرسم ويكتب ويألف موسيقى، فإحنا كده في المكان الصح. في الشرح ده هناخد فكرة سريعة عن واحد من أهم الكتب اللي بتشرح العالم ده، كتاب Generative Deep Learning. دايما بنسمع عن مجال الجنراتيف AI، بس الحقيقة هو بيكبر بسرعة مرعبة. كل يوم في تكنولوجيا جديدة بتظهر، وده بيخلي أي حد خصوصا اللي لسه بيبدأ يبقى تايه ويسأل نفسه طب أنا المفروض أبدأ منين بالظبط؟ وهنا بقى بتيجي قيمة كتاب ديفيد فوستر. الكتاب ده عامل زي الخريطة بالظبط، بيرتب كل الأفكار دي وبيدينا طريق واضح نقدر نمشي عليه من غير ما نتوه. طيب في الكام دقيقة الجايين دول هنتكلم فيه. أول حاجة ليه الكتاب ده تحديداً، وبعدين هنبص بصة سريعة على اللي جواه، وكمان هنشوف طريقة المؤلف في الشرح عاملة إزاي، والأهم من كل ده إزاي نطلع منه بحاجة عملية. وفي الآخر خالص هنعمل مقارنة بسيطة كده عشان القرار النهائي يكون سهل. خلينا نبدأ بأول وأهم نقطة. وسط كل الكتب والمصادر اللي موجودة، إيه اللي بيخلي الكتاب ده بالذات مهم دلوقتي؟ المشكلة الكبيرة إن المجال ده بيتطور بسرعة جنونية، يعني حرفياً كل أسبوع بنسمع عن موديلز جديدة زي سورا أو لاما 3، وأبحاث بتغير قواعد اللعبة كلها. الحماس ده ممكن بسهولة يتقلب لإحباط، خصوصاً للناس اللي لسه بتبدأ. الواحد بيحس إنه مش عارف يلحق إيه ولا إيه. الكتاب ده يعتبر معمول مخصوص للناس اللي لسه بتدخل مجال ال AI والماشين ليرنينج، وكمان للطلبة اللي بيدوروا على مصدر قوي لمشاريع تخرجهم، أو ببساطة أي حد عنده فضول وعايز مدخل عملي، يعني عايز يشتغل بإيديه مش بس يقرأ نظري. تمام، عرفنا أهميته. تعالوا بقى نفتح الكتاب ونشوف إيه اللي جواه والمواضيع متقسمة إزاي. أحلى حاجة في الكتاب هي طريقة تفكيره المنظمة، والتقسيمة دي بتوضح ده كويس قوي. المؤلف مش بيرمي مصطلحات وخلاص، لا، هو بيقسم كل الجنريتيف مودلز لعائلات رئيسية زي ما احنا شايفين. التقسيمة دي لوحدها بتنور الدنيا وتخلي الصورة الكبيرة واضحة. الكتاب بيغطي تقريبا كل التقنيات المهمة، بيبدأ من الأساسيات زي الجانز اللي بتعمل صور مش حقيقية، وبيوصل لغاية أحدث حاجة زي الديفيوجن مودلز والترانسفورمرز اللي هم أساس مودلز زي دالي وتشات جي بي تي اللي بنسمع عنهم كل يوم. كل كتاب وليه روحه وشخصيته. طيب إيه الطريقة اللي ديفيد فوستر بيشرح بيها؟ إيه الأسلوب بتاعه؟ مفيش شهادة أحسن من دي. فرانسوا شوليه، الراجل اللي عمل مكتبة كيروس بنفسه، لخص الكتاب في جملة: شرح سهل وبديهي، تشبيهات ذكية، وكود واضح ومباشر. وده بيأكد إن الكتاب ده مش مجرد كلام نظري وخلاص. ممكن نلخص فلسفة الكتاب في 3 كلمات: قصة، شرح، كود. هو بيبدأ الأول بقصة بسيطة عشان نفهم الفكرة العامة، بعدين يدخل في الشرح التقني، وفي الآخر يورينا الكود اللي بيحول كل ده الحقيقة. الطريقة دي بتخلي المعلومة تثبت في دماغ. طيب كل الكلام اللي فات ده جميل كنظرية، بس الأهم إيه المهارات العملية اللي هنطلع بيها فعلا بعد ما نخلص الكتاب؟ الكتاب ده مش عايزك تبقى مجرد قارئ، الهدف إن الواحد يبني بنفسه. المثال اللي قدامنا ده من الكتاب نفسه، دي صور مكعبات ليجو اتعملت بموديل اتبنى من الصفر. الإحساس بالإنجاز لما تطلع حاجة زي دي بيبقى حقيقي وملموس. يعني باختصار بعد الكتاب ده هنقدر نبني موديل يولد صون من الداتا بتاعتنا، نعمل نسخة مبسطة من جي بي تي، ونفهم بعمق ازاي الوحوش الكبيرة زي ستيبل ديفيوجن بتشتغل من جوه. ودي بالظبط المهارات اللي سوق العمل بيدور عليها دلوقتي. وعشان الصورة تبقى كاملة مهم قوي إن نقارن الكتاب ده بكتاب تاني مشهور في المجال. المقارنة دي بتلخص كل حاجة. كتابنا Generative Deep Learning كتاب عملي جدا، بيركز على الكود والفهم السريع. هو معمول للناس اللي عايزة تبني وتطبق. على الناحية التانية كتاب زي Deep Learning بتاع Goodfellow ده يعتبر مرجع نظري وتقيل في الرياضيات، بيركز قوي على المبادئ الأساسية، وهو مناسب أكتر للباحثين اللي عايزين يفهموا ليه التكنولوجيا دي شغالة. الاتنين ممتازين، بس كل واحد له هدف مختلف تماما. طيب وصلنا للآخر، وبعد كل ده إزاي نعرف إذا كان الكتاب ده هو الاختيار الصح لينا ولا لأ؟ الخلاصة في كلمتين: لو الهدف هو البناء والتطبيق العملي يبقى الكتاب ده هو البداية الصح، لكن لو البحث عن الأساس النظري والرياضيات العميقة يبقى الأفضل نشوف مصدر أكاديمي أكتر. باختصار الكتاب ده للبراكتيشنر مش للثيوريتيشن. الكتاب ده بداية ممتازة، لكنه أكيد مش النهاية. هو بيفتح أبواب كتير جدا. طيب نكمل إزاي بعده؟ الكتاب بيقدم مصطلحات مهمة جدا. بعد ما نخلصه ممكن ناخد الكلمات دي ونبدأ نبحث عنها عشان نتعمق أكتر. دي كلها مجالات بحث شغالة دلوقتي وفيها تطورات كل يوم.
ولو حد حابب يتعمق أكتر وأكتر فدي أهم 3 أوراق بحثية لازم نكون عارفينها. أولاً Attention is all you need، دي الورقة اللي غيرت شكل المجال كله وهي أساس الترانسفورمرز. ثانياً World Models، ودي بتورينا إزاي النماذج دي ممكن تستخدم في الروبوتات. وأخيراً ورقة الديفيوجن مودلز اللي هي السبب المباشر في ثورة توليد الصور اللي احنا فيها دلوقتي. وفي النهاية الكتاب بيسيبنا مع سؤال أعمق من مجرد كود وتكنولوجيا. لما بننجح في بناء آلة بتقدر ترسم أو تكتب أو تألف موسيقى، ده بيخلينا نفكر بشكل مختلف خالص في معنى الإبداع والذكاء البشري نفسه. ويمكن ده يكون أهم درس نطلع بيه من الرحلة دي كلها.